داخل قواعده امام فريق مولودية وجدة 1-0. طبعا مشوار الجولة السادسة الذي يعتبر مشوارا قويا بين عدد كبير من الفرق، والدليل للنتائج النهائية 1-0 1-1. هنالك مجموعة من المباريات اللي تسمات بالقوة والندية في انتظار نشوفوا انطلاقة تكون افضل واحسن، خاصة الانطلاقة اللي شفناها مع بداية الدوري الاحترافي هذا الموسم اللي كان فيها اهداف وغزارة الاهداف. كرة ممتازة، هدف اول. الحديث عن الاهداف وغزارة الاهداف ياتي من خلال الهدف الاول اللي نشوفوه في اللحظة الماضية، الانطلاقة والبداية. نعم، هذه احلى بداية واحسن بداية من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. الكرة ملعوبة، رضا يا رضا، سليم يا رضا. نعم، عملية الهجومية كانت منسقة واتمام للكرة في اخر المطاف. رضا سليم يضع الكرة في الشباك معلنا عن اول الاهداف. 1-0 للجيش، 1-0 للجيش. امام متابعة جمال السلامي غير راضي عن الهدف الماضي على الطبيعي، لكن شوفوا الاعادة ماذا حدث بالضبط. كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة من الابعاد كانت صعيبة بعض الشيء. عمر العاشون حاول انه ايضا يتبع الكرة الماضية ولكن ما توفقش، وإنهاء الكرة من جانب اللاعب. سووا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التعامل مع الدقائق المتبقية من العمر، هذه مواجهة مهم جدا من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. هو أراد الظفار ب3 نقاط، فيما عناصر فريق الرجاء الرياضي طموحها كبير جدا للوصول لهدف التعادل. هذه فرصة من جانب عبد الله الحفيظي داخل منطقة الجزاء، فرصة مناسبة وهدف. هدف لعناصر فريق الرجاء الرياضي، بام مالونغو في الإمضاء. كرة داخل منطقة الجزاء، التعامل الذكي والتعامل الرائع داخل منطقة الجزاء مع الكرة الماضية. سفيان رحيمي في رفع الكرة، ورضا سليم كان يتلقى العلاج مع دخوله يشاهد فرحة عناصر فريق الرجاء الرياضي بهدف التعادل ياتي في هذه اللحظات. كرة من عبد الله حفيظي، نشوف الطريقة تنفذ داخل منطقة الجزاء، ثم بن مالونغو يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف التعادل 1-1 الآن. إذا الفريقان معا يعودان إلى كفة التعادل. نشاهد الطريقة التي سجل بها الهدف أمام التكتل عدد كبير من اللاعبين أمام الحارس أيوب الأكرد. يجي الهدف من جانب